المصرية القديمة من أقدم حضارات العالم، ومن أهمها إن لم تكن هي أهم حضارات العالم على الإطلاق، ومن أقدم الحضارات التي دونت تاريخها وما زالت باقية آثارها حتى يومنا هذا. لا تعد الحضارة المصرية أقدم حضارات العالم فحسب، بل امتازت أيضا بميزة أخرى هامة، وهي احتفاظها بملامحها لعقود طويلة من الزمان. فرغم تعرضها لبعض موجات الاحتلال في عصورها المختلفة، إلا أن ملامح الحضارة المصرية لم تتغير أو تتأثر بموجات المحتلين، سواء كانوا من الفرس أو الهكسوس أو حتى الباطالمة الذين بمجيئهم إلى مصر انتهت فترة الأسرات المصرية الحاكمة. بل على العكس، نجد أن الحضارة المصرية هي التي أثرت في المحتلين أكثر مما أثروا هم فيها، ونجد ذلك واضحا في تأثر الباطالمة الواضح بالثقافة والحضارة المصرية. يقسم تاريخ الحضارة إلى قسمين: القسم الأول هو عصر ما قبل التاريخ، وهو بداية استقرار الإنسان المصري حول وادي النيل، ويؤرخ لهذا العصر من عام 6000 قبل الميلاد. وفي تلك الفترة عرف المصريون الزراعة واستأنسوا الحيوانات. كما تقدمت الحضارة المصرية في هذا العصر وأسست دولتين، هما دولتي الدلتا والصعيد، اللتان تم توحيدهما عام 3100 قبل الميلاد على يد الملك مينا، والذي لقب بموحد القطرين. أما القسم الثاني فهو عصر التاريخ المصري، والذي عرف فيه المصريين الكتابة، وبقيت آثاره ونقوشه المدونة على الجدران والأحجار باقية حتى يومنا هذا، شاهدة على حضارة من أعظم حضارات العالم. وقد شهد هذا العصر 3 دول و30 أسرة حاكمة. ويقسم العصر التاريخي للحضارة المصرية إلى 4 عهود رئيسية، وهي كالتالي: العهد العتيق، والذي يضم عهد الأسرتين الأولى والثانية. بعد ذلك يأتي عهد الدولة القديمة، والذي يضم الأسرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وهو العصر الذي شهد إنشاء الأهرامات. وشهد هذا العصر قمة مجد الدولة المصرية وتقدمها في الكثير من مجالات الهندسة والطب والفلك. يأتي بعد ذلك عهد الدولة الوسطى، الذي تميز بالاهتمام بالسياسة الخارجية، وسيطرت فيه مصر على النوبة السفلى. وتعتبر فترة حكم الأسرة الثانية عشر هي الفترة الذهبية لعصر الدولة الوسطى، إلا أن عصر الدولة الوسطى لم يخلو من فترات اضمحلال، خاصة عهد الأسرات الخامسة عشر حتى السابعة عشر، كما أن هذا العصر هو الذي شهد احتلال الهكسوس لمصر. أما عصر الدولة الحديثة فهو الذي شهد حكم الأسرات من الثامنة عشر حتى الأسرة العشرين. وفي هذا العصر فرضت مصر سيطرتها على المناطق الممتدة من شمال سوريا وبلاد الرافدين وحتى الشلال الرابع في السودان، وكانت طيبة هي عاصمة البلاد في هذا العصر. إلا أن عصر الدولة الحديثة لم يخل هو الآخر من فترات اضمحلال، حيث غزا الأشوريين مصر حتى تم التخلص من هذا الغزو على يد بسمتك الأول مؤسس الأسرة السادسة والعشرون. أما في فترة حكم الأسرات السابعة والعشرين حتى الأسرة الثلاثين، كان الفرس يسيطرون على مصر حتى طردوا منها نهائيا عندما غزاها الإسكندر المقدوني، وكان هذا إذانا بنهاية تاريخ الفراعنة.